بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين الجو دلوقتي الدنيا عمالة تشتي، قلنا نعمل الأكلة اللي الكل بيحبها، العدس. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش معنا في القناة يشترك يلا. دلوقتي الدنيا في تقلبات والجو برد جدا، وطبعا مش هنلاقي حاجة تدفينا أحسن من العدس. أنا هنا معايا على نص كيلو عدس، معايا بصلتين، معايا طماطمتين، معايا جزرتين، وهنحط كوسة. ده أيوة هنحط كوسة وهنحط توم معانا برضو. ويلا نشوف هنعمل ايه. احنا هنا مش هنحط كل حاجة على بعضها، لا، احنا الاول هنشوح خضار ده معانا عشان بيدي نكهة وطعم حلو. حطينا معلقتين من الزيت، عليهم معلقة حلوة كده من السمنة البلدي. نزلت الاول بالبصل، هقلبه كتير لغاية ما نلاقيه بيدبل معانا، وبعد كده هننزل بالمكونات التانية. زي ما انتوا شايفين البصل معانا اهوت، هنقلب بقى كتير لغايه بس يدبل، احنا مش عايزين نحرقه، لا هيدبل بس معانا. وبعد كده هنزل بقى بالبطاطس والجزر والكوسه. وطبعا مش الاغلب بيحط الكوسه، انا هنا حطيت الثوم برضو. مش الاغلب بيحط كوسه، بس احنا بنحب ان هي نعملها ايه، مشبعه بالخضروات كلها، بتبقى مفيده. كل حاجه بتتعمل فيها بتبقى مفيده. بعد كده هنقلب بقى كل الخضار دوت مع بعضه، بحيث ان هو يدبل معانا شويه كده، مش اكتر يعني من دقيقة دقيقتين في التقليب. ياخد بقى يتشرب من السمنة البلدي اللي احنا حاطينها. وبعد كده هننزل بالطماطم، وبرده نقلب دقيقة دقيقتين الطماطم معانا. هنكون طبعا في الوقت دوت غاسلين العدس كويس وصفيناه. بعد ما هنقلب بقى حلو كده، ونحس ان كل الخضار ده اللي معانا اتشرب بقى كله من السمنة البلدي ومن الزيت اللي احنا حطيناه. الخطوة ديت مهمة جدا وبتفرق كتير عن ما كل حاجة بنحطها وبعد كده نسلقها سلقة عادي. هحط بقى كمية العدس بتاعتي اللي انا عاملاها، وهقلبه برضو كويس قوي. وبعد كده هنزل بكمية المية. كمية المية لازم ان انا ببقى حاطة مية كتير مغطية على العدس، ما تبقاش اقل من العدس، بحيث ان هو لما يغلي المية بتاعتي بتتبخر وبتقل معانا. فاحنا هنغطي بقى عليه بعد ما حطينا كل المكونات ديت، ونسيبه ان هو يستوي براحته خالص. وبعد كده هنروح بقى لحاجة تانية. انا بحب ان انا اشوح كده بصلاية بقليها في الزيت. بحب ان انا ازوق بيها، وديت خطوة زيادة، اللي مش حابب يعملها ما يعملهاش، لان هي بس مجرد الزواق. ممكن نحط عادي نزوق ببصل اخضر. انا حابه بس اللي انا متعوده ان انا بعملها مش اكتر. بعد كده هننزل بقى بالشعريه، لان انا هنا هعمل العدس بتاعي بنوعين، نوع بشعريه ونوع برز. هنعمل عدس برز. حماتي هي متعوده كانت بتعمله لولادي وجوزي وكده، فهم حابينه، وانا بحب ان انا اعمله برضو، بس مش دايما. بس احنا قلنا هنعمل النهارده النوعين. هنا انا بعد ما شوحت بقى الشعريه وخدت اللون الذهبي، هنزل بفصين من الثوم المفرومين وهقلبهم كويس قوي. في الوقت دوت خلاص العدس بتاعي كده استوى، والخضار اللي فيه كله استوى. هضربه بالهاند بلندر طبعا، علشان خاطر ان احنا يكون احسن ان احنا نضربه بالخلاط، بس انا الخلاط بتاعي كان فيه كده شرخ كسر، فهنوديه الاول يصلح، فقلت نعمله بالهاند بلندر. بعد ما ضربناه بالهاند بلندر هنحط نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، ومرقه دجاج. انا حاطه هنا مرقه خضروات، ولو حابين فيه بيحبوا يعملوه بالشوربه. وهنظبط الملح بتاعه ونقلبه. ده بالنسبه للعدس. وطبعا الشعريه انا خلاص كنت عملتها. بعد ما هخلص هاخد نص الكميه على الرز، مش نص الكميه بالظبط، هاخد نص يعني حسب كميه الرز اللي احنا عاملينها. هاخد عين حبه للرز، وهحط الباقي للشعريه. هنا زي ما انتوا شايفين نص كوبايه من الرز، مش كتير. هنقلبه، بنحط الزيت وبنقلبه بقى. وبعد ما بيتقلب اللي هو يعني زي ما بنيجي نعمل رز حبايه وحبايه، يا دوب بس يتغلف بالزيت، يكون ان هو ما بيلزقش في بعضه، ما بنغيرش لونه. بعد ما احس ان هو متفكك كده من بعضه، بقوم نازله عليه بشوربه العدس. وهنا كمية الشعرية اللي انا كنت عاملاها حطيتها خلاص على العدس. ده الرز اللي بالعدس، ما بسيبهوش يغلي كتير، هو كده كده مع التقليب بتاعي والتشويح بيبقى يعتبر استوى. بحط عليه العدس، وطبعا بتزود كمية العدس لان هو الرز فيه نشا، فهيخلي العدس بيشرب بقى كمية الماء اللي فيه وهينشي معانا. فبنزود العدس، او نزوده نظبط شربته، بحيث ان هو يبقى زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه كده، ما يبقاش ان هو تقيل فهيتقل لسه معايا كل ما هيقعد. وطبعا سمك العدس دوت متروك ليكم، هو لو قعد كل ما بيقعد بيتقل، حابينه ان هو هيبقى خفيف، حابينه ان هو يبقى تقيل.
ده في ايدكم ان انتوا تعملوه. وبالنسبه للعدس اللي بشعريه زي ما انتوا شايفين كده حاطين عليه شويه البصل. لو مش حابين ان احنا نعمله تسقيه، بنقطع العيش وبندخله الفرن، بنحط عليه سمنه بلدي او اي نوع السمنه اللي احنا حابينه، وبنسيبه في الفرن شويه لغايه ما بينشف، وبنعمل بيه شوربه بتاعه العدس او فتة العدس حسب ما احنا حابين. ودوت كده قدامنا النوعين. اللي بالرز ده طعمه روعه، وفي بيحبوا يعملوا رز ابيض او رز بشعريه لوحده، وبيعملوا شوربه العدس لوحدها، وهو ساعه الاكل بيقلبوهم على بعض. يا رب تجربوا الطريقتين وصدقوني هتعجبكم جدا. والطريقه دي بتدي طعم ونكهه للعدس وللون، وكل حاجه بتبقى متغيره عن ان انا اسلقه على طول. جربوا الطريقه ديت بالرز او بالشعريه وقولوا لي رايكم في الكومنتات. من احلى الاكلات اللي بنستنى الشتاء علشان ناكلها. ما تنسوش بقى يلا فعلوا زر الجرس وتشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل جديد معانا. يلا هاتوه بقى واعملوه عشان تتدفوا في الشتاء ده.